كل شيء تم مع برشلونة، والدي اتفق على كل بنود العقد، باقي بس توقيعي على هذا العقد. قلت لوالدي تأكد ما في مني منك عرض من ريال مدريد؟ قال لي لا، فقط برشلونة اللي قدم عرض رسمي. قلت له أرجوك اصبر علي أسبوع واحد بس، عندي مباراة ألعبها في نهاية الأسبوع ثم أتخذ القرار. والده قال له أنت صاحي ولا مجنون؟ برشلونة مقدم لك عرض وراح تلعب مع ميسي وتقول لي اصبر؟ يقول والده كان يضغط عليه طول الأسبوع لغاية يوم المباراة إنه يوقع مع برشلونة وينهي الموضوع ويحقق حلم والده إنه يكون لاعب محترف. يقول رحت لعبت المباراة اللي كانت في نهاية الأسبوع وسجلت هاتريك وصنعت هدف. يقول ثاني يوم ريال مدريد اتصلوا على والدي بس والدي ما بلغني. يقول رحت قلت حق والدي ريال مدريد ما اتصل عليك ما تواصل معك؟ قال لي لا، إلى الآن ما تواصلوا معي. يقول وبعد كم يوم جاني لغرفة الملابس وحذف علي تيشيرتين، تيشيرت برشلونة وتيشيرت ريال مدريد، وقال لي اختار واحد منهم. يقول اخترت ريال مدريد بلا أي تردد. وفعلا في تاريخ 15 يونيو 2018 تم الاتفاق ما بين ريال مدريد وسانتوس البرازيلي على انضمام الموهبة رودريغو إلى ريال مدريد. وبعد بلوغ السن القانوني أصبح رسميا رودريغو لاعبا لريال مدريد في يونيو 2019. وهذه كانت قصة انضمام الموهبة البرازيلية رودريغو إلى ريال مدريد. الحين السؤال لكم، أول هدف سجله رودريغو مع ريال مدريد كان على أي نادي؟